السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض كباب الفراخ. هيبقى بطريقة سهلة جدا وموفرة عليكي وما بياخدش يعني تكلفة منك كتيرة، وهيقطع معاكي كمية حلوة ان شاء الله. معانا الفراخ نقعينها وغسلينها كويس بالمية والملح كده. الصدور تجيبيها وتقطعيها. ومعانا بصل وفلفل احمر وفلفل اخضر وبقدونس وليا ضاني وتوابل ملح وفلفل اسود وكزبرة وتوابل لحمة وتوابل فراخ. كل ده الاول هنفرم البصل معانا علشان ما يعني نتحكم في القوام في الخشونة بتاعته، لا يبقى خشن قوي ولا ناعم قوي. هنضربه كويس. لو خلطنا كله على بعضه هيبقى كده، يعني مش هتعرفي تتحكمي في قوام كل حاجة، فلما تضربي كل حاجة لوحدها احسن. كده في النوعية بتاعته دي هنضربه ونركنه، وبعدين نعمل الفلفل والبقدونس اهو هنضرب دولت. المفروض نحط معلقة توم بس ما جاتش في التصوير. حط معلقة توم، نضربهم برضو كويس بحيث ما يعني لما تضربي ما يجيبوش المية بتاعتهم، يعني يحتفظوا بالمية بتاعتهم اهو. حسيت ان هو عايز ينضرب تاني، ف يعني القوام لسه عايز نعومية اكتر. ما عندكيش الكبة بالمفرمة؟ اي حاجة ست البيت مش بتغلب وبتتصرف في يعني في حاجتها وما بتغلبش خالص صراحة. فاهو خلصناهم ضرب. هنيجي نعمل الفراخ، هننعمها جدا ونحط معاها اللي الضاني. ما عندكيش ليا ضاني ما تكلفيش نفسك عادي، هي بتديها طراوة من جوه وطعم جميل، بس لو ما عندكيش خلاص يعني. نفرمهم كويس بالقوام ده، النعومية دي يعني. هنخلطهم كله على بعضه ونعجنهم عجنة حلوة قوي علشان كله يمتزج في قلب بعضه. ما تنسوش اللايك بتاعكم الجميل واشتراككم في القناة وتفعيل زر الجرس علشان القناة تكبر بيكم واتشرف بيكم ان شاء الله. ده معلقة بهارات لحمة، ومعلقة بهارات توابل الفراخ، وكيس فيجيتار علشان الكفتة تبقى متماسكة يعني تعرفي تصبعيها. ودي معلقة بودر عشان القلب بتاعها يبقى كده متفرغ، و يعني بتديها كده يعني هشاشة جوه قلب الكفتاية يعني او الكباب الفراخ. فهو هنعجنهم كويس قوي، وبعد كده بعد ما نعجنهم نسيبهم ساعة كده في التلاجة. غطيهم كده بشنطة ولا كيس بلاستيك وتحطيهم في التلاجة علشان تتشمع وتعرف تصبعيها، تعرفي تصبعيها كويس على السيخ يعني. عجناهم كويس اهو. هنعمل مية بصل، يعني بصلاية وتعصريها تاخدي المية بتاعتها. وهنا معلقة دبس رمان لو عندك، مش عندك خلاص مش فارقة يعني. ومعلقة كاتشب برضو يعني لو مش عندك عادي، يعني يكفي مية البصل تصبعي بيها وخلاص. بس احنا بنضيف الاضافات دي بتعزز الحاجة ولونها وطعمها، مش اكتر. اما لو مش عندنا مش هنكلف نفسنا ونجيبها مخصوص يعني. ومعلقة زيت. معانا الاسياخ، دي اسياخ رفيعة، معاك اسياخ تخين، معاك بتاع الشيش الخشب. لو ظهر معلقة عادي اهو، اي حاجة تمشي
يعني تصبعي بأي حاجة عادي يعني. هناخد نصبع كده. عايزة تعملي الصباع كبير صغير ده تتحكمي فيه انت براحتك. بعد ما نصبعهم هنحطهم في التلاجة يتشمعوا قيمة نص ساعة كده قبل ما تقليهم او تشويهم. لو انت يعني عايزة تشويهم على الفحم، هتحطيهم على شبكة، تصبعيهم كده وتحطيهم على شبكة وعلى الفحم بكل سهولة. يتشووا معاكي ولا هيقع ولا تفك ولا اي حاجة. اما لو على الطاسة النهاردة هنحطهم على البوتاجاز، هنشويهم على البوتاجاز عادي. فطاسة وعادي خالص، ما بياخدوش معاكي وقت خالص، وطعمهم بيبقى جميل جدا وحلو. هنصبع الكمية كلها عشان ما اطولش عليكم. ولا بتقع ولا بتفك ولا اي حاجة، بس لازم تبقى ملزقة وكده عشان ما تبقاش مكتومة من جوه، يعني تبقى فيها سن التلزيقة كده. اهو عملنا الكمية كلها، نحطها في الفريزر او في التلاجة. هنيجي نقليها معلقتين زيت في طاسة، ما تكتريش عن كده، كل ما تخف الزيت تحطي معلقتين كمان علشان ما تبقاش يعني مش هنقلي، هنشويها كده. وبشكركم جدا، واهو السلام عليكم.